الفريق الاول كانت في عصر ميدو، وكانت برضه في المباراه الثانيه امام بتروجيت. ادي كوره على طول واختراق والعرضيه والثاني، يا احمد علي مكتوب له النهارده يجيب جول، مكتوب له النهارده يجيب جول. الهدف الثاني، الهدف الثاني لنادي الزمالك، والهدف السادس لاحمد علي. احمد علي قلنا هدفه السادس لما كانت الكوره بتاعت الشوط الاول، لكن طبعا بعد ما تاكدنا ان اللي حط الكوره مباشره في المرمى هو رامي ربيع مهاجم فريق المنيا، قلنا لا، رجعنا تاني احمد علي لاهدافه الخمسه. ولكن انطلاقه مصطفى فتحي الرائعه، مصطفى فتحي ادي العرضيه الجميله حطها على طول، يا سلام. احمد علي بيجيب هدفه السادس هذا الموسم، 6 اهداف لاحمد علي، هو اللاعب الوحيد اللي سجل اكتر من هدف لنادي الزمالك هذا الموسم. قلت لكم نادي الزمالك 14 لاعب سجلوا له اهداف السنه دي، هو اكتر فريق سجل